السيد سلمان القريني مدير الكرة بنادي النصر السعودي، وأيضا السيد عائض مبخوت مدير الكرة بنادي الجزيرة الإماراتي. أبدأ أولا مع السيد سلمان، كيف ترى المجموعة وكيف ترى القرعة التي أسفرت اليوم عن مواجهات قوية؟ رأيك في مجموعة النصر السعودي ورأيك أيضا في المواجهات المقبلة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجموعة النصر السعودي طبعا تضم إلى جانب النادي النصر الاستقلال وبختكور الاستقلال الإيراني وبختكور الأوزبكي والمتأهل من المرحلة التمهيدية. طبعا مجموعة ما هي بسهلة، يعني النصر عاد للبطولة لفترة، يعني ما كان في البطولة الآن عاد للبطولة بعد ما اتضحت الآن أعضاء المجموعة أو مجموعة النادي في البطولة. يعني أتوقع أنها يعني تضم فرق قوية، إن شاء الله أنه يكون الإعداد لها يكون طيب، إن شاء الله تكون مشاركة النصر إيجابية إن شاء الله. يعني عودة النصر بعد غياب طويل، النصر حقق نتائج جيدة جدا في الفترة الماضية، لكنه ابتعد عن المسابقات الآسيوية ثم يعود مجددا. هل ترى أن النصر بحاجة إلى إعداد من نوع خاص، لأن المواجهات الآسيوية تختلف اختلافا كليا عن باقي المباريات؟ بس طبعا ما في شك البطولة الآسيوية تحتاج لها إعداد خاص، لكن النصر مو بغريب عليه لأنه يعتبر هو يمكن هو أول فريق آسيوي يمثل آسيا أصلا في أندية العالم، لذلك النصر يعني اسم معروف على مستوى آسيا لأنه هو أول من مثل آسيا في أندية العالم. ما في شك أنه يحتاج لها البطولة هذه، تحتاج لأنها بعد ما تطورت أندية المحترفين تحتاج لها إعداد خاص، ويعني عملية المسابقات يعني تختلف من بين يعني الأندية بين بعض، لأن يعني بتكون عندنا على تقريبا نهاية الموسم، يعني يفترض أنه يكون لنا استراتيجية في الإعداد للبطولة هذه. بيكون إن شاء الله لنا استراتيجية بعد ما يعني عرفنا أسماء الفرق اللي بنلعب معها في المجموعة، وبعد ما نحضر ورش العمل بكرة على أساس نشوف المنهجية اللي بيصير عليها الاتحاد الآسيوي في تنظيم البطولة، بيكون على ضوء ذلك تكون استراتيجيتنا للمشاركة في البطولة. السيد سلمان القريني مدير نادي النصر السعودي، شكرا جزيلا لك.